السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. جبت لكم اليوم وصفة مقروط اللوز، وصفة سهلة بزاف، خفيفة وناجحة ان شاء الله بإذن الله 100%. كما راكم تشوفوا يعني يخرج طري، يخرج شبه في الشكل تاعو. نروحوا نشوفوا الوصفة والمقادير مع بعضنا بعض. الوصفة بسيطة جدا. وش فيها؟ نسحقوا 3 كيلات لوز. هنا الكيلة تاعي كانت صغيرة. يكون اللوز مرحي، مرحي ماشي خشين وماشي رقيق كامل، يعني في المتوسط. ما تخليش هذيك الحبه الخشينه، المقروط اللوز ما يحبش الحبه الخشينه هذيك اللي تقعد. ونديرو كيلة سكر ناقصه 2 سبوعتين كما نقولوا، يعني كيلة ما نعمروهاش. ومبشور الليمون. مقروط اللوز يحب بزاف زيت دو سيترون. لازم نديرو حبه ولا حتى 2 حبات، معليش. كل ما ديري له القرص يجي بنين ويجي شباب. قلنا 3 كيلات لوز مع كيلة سكر ناقصه 2 سبوعتين، سكر عادي كريستاليزي، مع زيت تاع سيترون مبشور الليمون. نخلط المقادير مع بعضهم بعض. هنا ندير ملعقه، نصف ملعقه صغيره تاع الزبده، ما تكثريش، نصف ملعقه او مارغرين. ندخلو هذيك المارغرين مع اللوز تاعنا. ما تكثريش برك باش يجي طري. هذه الوصفه تاع يما ربي يحفظها، يسمى دائما نديرو هكذا. مقروط اللوز تاعي يجي بزاف شباب، يجي طري ويجي معسل. ندخل هذيك الزبده كامل بيديه هكذا في اللوز. هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد نبدا نزيد له البيض. اول حاجه ندير حبه بيض، دائما نبداو بالحبه الاولى ونشوفوا شحال يدخل لنا في هذا المقدار. الحبه الاولى ايضا نفس الشيء، نسي ندخل البيضه تاعي كامل هكذا في اللوز تاعي مع السكر ومبشور الليمون. راهو جاي ان شاء الله، ربي ينجح لكم وليداتكم بيام، جاي الباك ان شاء الله تحبوا ديروا مقروط اللوز. هناك تشوفوا حبه الاولى درتها ما تحصلش على القوام اللي نحوس عليه، نبدا نزيد الحبه الثانيه بالتدريج باش ما يغلبنيش. وانا كملت كامل هذه الحبه، يعني في هذه المقادير دخلوا لي 2 حبات بيض. بصح دائما نقعد نجرب ندخل غير بشويه باش ما يغلبنيش. واي انسان يكون حيسوي وصفه دائما ديروا مقادير صغيره حتى تشوفوا بلي خلاص نجحتوا فيها وخرجت لكم، نوليو نديروا في المقادير الكبيره. قلت لكم قلت اللوز بزاف يوالم في هذوما المناسبات. ان شاء الله الله يدوم الفرحه، وان شاء الله وليداتكم كامل ينجحوا وتجربوا الوصفه. نفس الوصفه تقدري ديريه، انا درته هنايا بسكر غلاس يعني، ولا حبيتي ديريها مخبز تطليه، فلك نفس الوصفه. كملت كامل حبات البيض تاعي كما راكم تشوفوا، خاصه القوام اللي نسحقو يكون طري بزاف هكذا كما راكم تشوفوا يتلاصق. وهو اصلا كي حتخليه يريح، وكي يريح يزيد يشرب ويشد روحه. وكي يكون طري بطبيعه الحال يكون معسل داخل. صالو كان ديريه ناشف ما يجيكش معسل، بيفيه يبس لك كي تخرجيه. نغطيه بالبابي فيلم، وانا حطيته في الفريجيدير في الثلاجه. ما حط الثلاجه يعني عادي، ما حطيتوش في المجمد، لا في الثلاجه. خليته مده طويله. هنا كي خليته 5 سوايع ريح، مش حنخليه يريح بعد التشكيل. فهمتوا؟ اذا خدمتوا به قباله بعد التشكيل لازم يريح اقلها 5 سوايع ولا. انا خليته يريح دركا يعني قبل ما نشكله، ولا شد روحه بيان، قدرت نفورميه كيما نحب. ومن بعد درتو يطيب قباله. يعني مقروط اللوز يحب يريح باش يشد لا فورم تاعو. ندير شويه فارينه في البلان دو طرافاي تاعي، ونبدا نحل هكذا نشكل دي بودان هكذا طوال باش ونقسم. انا حبيت نديرو كيما نقولوا مقرطات على شكل هكا مقرطات. اللي يحب يشكلو، كاين اللي يحب يديرو مش عارفه قلوبه، كاين اللي يحب يعني اختياري. انا هنا كنت نديرو بالسكر غلاس يعني ماشي مخبز. يعني حبيت نشكلو على شكل مقرطات هكذا، ونسقمهم بيديا بطبيعه الحال هكذا. ونحبيتو انه يقعد بومبي، يعني ما حبيتش نعبصو باش يقعد كي يطيب يجيك واقف من الحبه، تجي الشكل تاعها شباب. نسقمو هكا بيديا باش نتحف الحبه
ونسقم الجوانب. هنا زدت درت البودان زاوج نفس الطريقه فانيك نقسمو. اذا كان عندك يعني الحبه الاولى تقسمي شحال راكي حابه الحجم تاعها، يعني الطول والعرض انت تتحكمي فيه، ولا حبيتيها صغيره بزاف ولا حبيتيها متوسطه كما درتها انايا. قسمت الحبه الاولى وبعد قصت عليها، من بعد توالفي عينك ميزانك تكملي الحبات الزوجين تقسميهم بنفس الطريقه. نسقم بيديا هكذا لا فورم تاعها باش نتحكم فيه بهذا الشكل. نوجدو نجيبو سنيوه تاعنا نفرشو بابي كويسون فيها ورق الطهي، ونحط الحبات تاوعي يطيبوا. الكوشه كنت الفوق درتو يسخن على 160 درجه حتى 180 معليش، تدخليه وتخرجيه كما يقولوا. يعني تعسيه مش حيدي وقت طويل، 7 دقائق 10 دقائق، هو ما فيه والو، فيه البيض وفيه ينشف برك. وهنايا خدمت الشربه تاعي السيرو تاعي اللي نخدموها دائما، خدمتها معكم في لاباتيسري وكامل. معليش نعاودو كاس سكر كاس ونص ماء، كي تبدا تغلي نقصوا لها نخليوها 10 دقائق، نضيفوا لها الماء الزهر. هنا تضيفي لها الماء زهر تكون دافيه ويكون برد مقوط اللوز تاعكم، تحطي الداخل يشرب بيان، تخليها وقت يعني واحد 10 دقائق ولا هما داخل هذاك السيرو باش يشرب، تحطيه يقطر هكذا. ومن بعد قبيله في السكر غلاس ديري في السكر غلاس تاعك. هذه المره الاولى فقط يعني كيما نقولوا تسكريه لا بروميير فوا، ومن بعد لا دوزيام فوا تخليه يبات باش يشرب هذاك السكر تاعو. ومن بعد نشوفوا الطريقه كيف نديروا له. انا ندير الحبه تاعي كسيك شغل هذاك السكر فورميه بيان في الحبه سي دخلي هكذا، يعني هذه ماشي نهائيه شكل نهائي. ومن بعد خليته بات من غد من داك الصباح عاود بالصفايه نعاود له، هذا هو الشكل تاعو. نعاود له بالصفايه نعاود كامل نجوز على الحبات هكذا بهذه الطريقه، هكذا نجوز كاع نفينيهم يعني كميه كبيره. معليش هو كي يهبط لك في سنيوه تاعك ومن بعد تقدري تعاودي يعني تحتفظي به. انا المهم الحبه تاعي تدفينه وتخرج شابه. هنا الشكل دائما لازم تخليه يبات مقوط اللوز تاعك، ولا مثلا كي زعما الصباح بكري درتيه سكرتيه تسكيره الاولى خليه حتى الليل عاوديلو باش يشرب مليح داك السكر تاعو، باش من بعد كي ديريه في لي كيسات وكامل ما تصيبهش بدا يطلق في الزيت ولا شرب لك السكر ولا يقعد محافظ على الشكل تاعو هكذا. هذا هو الشكل النهائي تاعي مقروط اللوز. يعني كي تشوفي الحبه جات الحمد لله جات كبيره الله يبارك. مام الداخل الشكل جا بومبي جا شباب متحوف، والداخل جا معسل حتى للقلب، يعني الطري هايل ويشد لك مده طويله. برك تبعي مليح الطريقه وان شاء الله نكون وصلت لك الوصفه كما راكم تشوفوا. شوفوا الحبه معايا كي قسمتها، شوفوا الداخل، شوفوا كيف طريه، شوفوا الشكل تاعها وكامل عجبهم. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ان شاء الله. نتلاقى في وصفات اخرى، ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي كومونتير لي سير الوصفه. نتلاقى في وصفات اخرى، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو. الى اللقاء.